مؤخرا بدأ الوعي في الانتشار والناس بدأت تفهم ان السمنة مش بسبب كتر الاكل وبس، والهرمونات بتلعب دور كبير جدا في تنظيم دهون الجسم والطاقة، وان ممكن شخص يكون بياكل هيلثي جدا بس لسه الحرق بتاعه مش متظبط بسبب ان هرموناته متلخبطة. في الفيديو ده هنتكلم عن هرمون خطير جدا اسمه هرمون الليبتين. هرمون الليبتين بيفرز من الخلايا الدهنية اللي في الجسم، وبيأثر بشكل اساسي على الغدة النخامية وخلايا الدماغ، وبيكون مسؤول في جسمنا عن 3 حاجات: الشعور بالشبع، بيدي اشارة للمخ ان خلاص الجسم شبع ويبدأ يسرع في حرق السعرات الحراريه، وده بيحصل لما بيكون موجود خلايا دهنيه كفايه. تاني حاجه مسؤول عنها هرمون الليبتين هي الشعور بالجوع، وعلشان كده بيسموه هرمون الجوع. لما بيكون مفيش مصادر طاقه كفايه عدد الخلايا الدهنيه في الجسم بيقل، وبيقل معاها مستوى هرمون الليبتين، وهنا بيدي اشاره للمخ ان لازم الجسم ياكل دلوقتي علشان مستويات الطاقه ترتفع تاني. تالت حاجه مسؤول عنها هرمون الليبتين هي تنظيم طاقه الجسم. على المدى الطويل هرمون الليبتين بيراقب الجسم، بيدخل له كام سعر حراري في اليوم وبيرتب اموره على الاساس ده، هيحرق سعرات حراريه قد ايه وهيخزن دهون قد ايه. يعني زي ما عرفت كده اهم هرمون بيتحكم في وزنك هو هرمون الليبتين، لانه مش بس بيخليك تشبع وتجوع، لا ده كمان بيخزن الدهون في جسمك بمزاجه. معظم الناس اللي بتعاني من مشاكل السمنه مش بيكون عندها نقص في هرمون الليبتين، بالعكس تماما، بيكون عندها منه كميه كبيره جدا، ولكن الجسم بيقاومه، وده بيخلي الجسم يعمل ايرور، لان العقل عايز الانسان ياكل بس اوريدي الجسم شبعان. ومن ضمن المتلازمات الخطيره اللي بيعاني منها مرضى السمنه بسبب مقاومه الجسم لهرمون الليبتين متلازمه الاكل الليلي، لان مقاومه الليبتين في الجسم بتسبب اضطرابات في النوم وفقدان في الشهيه طول النهار، وبيجي بالليل يخلي الشخص يجوع جدا فياكل الاخضر واليابس. مقاومه هرمون الليبتين بيتم عمل دراسه عليها من فتره طويله جدا، لكن لحد الان مفيش ادويه ابتدوا يخرجوها لعلاج نقص هرمون الليبتين او مقاومته في الجسم. ومن خلال التجارب من دكاتره التغذيه على بعض الاشخاص قدروا يخلوا مريض السمنه يستوعب حالته بالشكل اللي يخليه يغير روتين يوم واللايف ستايل بتاعه علشان يقدر انه يتحكم في شهيته. لو مهتم تعرف اسباب اكتر عن مرض السمنه اعمل له فولو علشان يوصلك كل جديد.